الاهلي يا كابتن خالد زعلانه منك. ليه؟ ما اعرفش بتشكيلي وبتقول ان كابتن خالد بيقول ان رشح نادي الترجي ان هو يبقى فكل اللي بيكلمني بيشكي لي من كابتن، قلت لهم طب يا جماعه دي توقعات، ما يعني ما ده عادي يعني. انا ممكن لما الزمالك او ترشح غير يعني غير الامنيه دي تفرق لا طبعا. بص هو يعني عايز اقول لحضرتك حاجه. هو انا في الراديو انا ومهيب عبد الهادي واحمد جلال ناقد رياضي، فبنقعد ناخد راي بعض في المربع الذهبي، مين يتوقع مين مع مين. فالاهلي هيلاعب الترجي، ونجم الساحلي هيلاعب اهلي طرابلس، وصن داونز مش فاكر هيلاعب مين، كان صن داونز والوداد تقريبا. صن داونز هيلاعب الوداد صحيح. فكنا بنقول مين هيلاعب مين، واتحاد العاصمه هيلاعب فيرافيارو الموزمبيقي. فرشحنا اتحاد العاصمه، ورشحنا النجم الساحلي، ورشحنا طبعا الصن داونز والترجي، ورشحنا انا رشحت الترجي. احمد جلال قال اضافات النادي الاهلي هتفرق، يعني هم عندهم 3 اماكن لو اضافوا لعيبه مميزه ممكن تفرق. مهيب عبد الهادي قال لا الاهلي هيكسب. فانا ما برشحش الترجي يعني عشان جمهور الاهلي يزعل ولا حاجه، لا انا بشوف الحاله اللي موجود فيها الفرقتين. النادي الاهلي صعد في اخر مباراه وكان امام فريق ضعيف اسمه القطن الكاميروني. كمان الترجي هو اقوى فريق في البطوله، لم يهزم، استطاع ان يفوز على صن داونز في صن داونز. امكانيات لعيبته عاليه جدا، لعيبه كتير منهم مثلوا منتخب تونس امام مصر، اما مصر اتغلبت من تونس. نمره اهم كمان ان اللي بيطلع اول مجموعته بيلعب المباراه الاياب على ارضه، يعني وهي مباراه ذهاب واياب. فاذا المباراه الاولى هتكون في استاد الجيش ببرج العرب، هتكون يوم 10/9، وهتكون بعد ماتش اوغندا رايح جاي. خد بالك دي عامل مهم نفسي مهم جدا. انت كسبان ولا مش كسبان؟ انت كسبان ماتشين اوغندا وعامل بتاع نفسيا عالي، ممكن يفرق الموضوع شويه مع النادي الاهلي، بالاضافه للاجهاد. بالاضافه ان طالع بطوله عربيه واجهاد زائد عن الحد و فالترجي الماتشات اللي انا شفتها للاهلي والترجي، الترجي اقوى دلوقتي. لكن مش معنى ان انا بقول ان توقعاتي ان الترجي هو اللي يصل ان انا كده دي امنيات، يعني كلنا نتمنى النادي الاهلي يصل. لكن انا بقول لا، من منطلق ان انا لعيب كوره، يعني من منطلق ان انا لعيب كوره شايف ان الفرص الترجي ولاعيبته، وعندهم مدرب مخضرم جدا، اي فوزي البنزرتي ده مدرب التاريخي بتاع تونس، وعامل طفره. راح مع النجم الساحلي خد بطوله الدوري وخد الكونفدراليه، راح السنه اللي فاتت مع الترجي خد الدوري وماشي كويس جدا في طبعا والترجي على فكره عنده اضافات قويه جدا الايام اللي جايه، يعني هيستدعي اكتر من 2 أو 3 لعيبه جداد هيتحطوا في القائمه الافريقيه. فاذا الترجي فريق قوي جدا جدا جدا. النادي الاهلي يمتلك خبرات، لا ما نقدرش نقول ان الاهلي هيتغلب من الترجي، ما نقدرش نقول الترجي يكسب، لكن مباراه قويه جدا. لكن كابتن عصام عبد الفتاح. اتفضل كابتن عصام عبد الفتاح، اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بحضرتك وبرحب بضيوفك الكبار، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا فندم، ربنا يخليك. ازيك يا كابتن عصام؟ انا خالد غندور. ازيك يا كابتن؟ منور يا كابتن خالد. ازي حضرتك؟ ازيك حبيبي، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ بخير الله يخليك يا كابتن. كابتن عصام، الطاقم الحكام اللي في مباراه الاهلي والزمالك في مباراه القمه ان شاء الله باذن الله من انه دوله؟ اسكتلندي تقريبا. اسكتلندي؟ ان شاء الله الحكم الاسكتلندي كولم ان شاء الله هو اللي هيكون موجود لاداره المباراه، وهو من الحكام النخبه في اوروبا ومرشح لكاس العالم، ويمكن من اهم مبارياته ان هو ادار السوبر. بقول لك حكمت فيديو. يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. وعلى فكره يعني الحكام الاجانب بس هي الحسنه الوحيده اللي مش هيتقال ده اهلاوي ولا زملكاوي ولا ده خاين ولا ده بايع الماتش ولا ده مظبط ولا يعني، لكن في مستويات عاديه يعني في التحكيم الاجنبي برضو، يعني ليهم اخطاء واخطاء كبيره يعني في بعض المباريات القمه يعني، لكن نتمنى ان شاء الله المباراه تطلع بخير ان شاء الله. كابتن خالد وكابتن عزت، طبعا انا عايز اخد حضرتك لموضوع تاني بعيد خالص. اتفضل. كان في طبعا مداخلات، واحنا كنا اتناقشنا الحلقه اللي فاتت كابتن عزت انا وكابتن خالد على موضوع الخناقه بين كابتن حسام البدري وحسام غالي. احنا فلقيت فيه هجوم على احنا
يعني كابتن خالد الموضوع مش مستاهل الهجوم ده. ليه؟ لان احنا بنناقش مشكله، مش قاصدين النادي الاهلي بعينه او قاصدين نادي الزمالك بعينه. يعني انا في مشكله حصلت، الماتش بتاع الاهلي ووادي دجله وجماهير الاهلي شتمت الكابتن ميدو. احنا برضو نتفق او نختلف مع المستشار مرتضى منصور، ولكن لازم يبقى لنا وقفه. بمعنى ايه يا كابتن خالد؟ بمعنى ان انا في مستشار مرتضى منصور في المباريات اللي ما فيهاش جمهور تبقى في دعاوي ل 100 500 فرد، بيبقى عارف مين. لما يقوم لاعب مثلا، لما لاعب قام شتم لاعب الاسماعيلي، قام المستشار مرتضى منصور زعق له شتمه ووقفه. طب اداره الاهلي فين لما قام واحد من جماهير النادي الاهلي شتمت الكابتن احمد حسام ميدو؟ ففي هنا برضه اختلاف في الادارات. يعني بغض النظر ان احنا بننتقد وبنتفق او نختلف او ممكن ننتقد في المستشار مرتضى منصور، ولكن بتبقى في حاجه، في وقفه فيه بنأيده. ويعني هو طبعا ليه مواقف ايجابيه لازم جدا طبعا. لكن انا موضوع زي موضوع الكابتن احمد حسام ميدو، انت جماهير، هو بيدير مباراه بشويه ناشئين، انتوا بتشتموه ليه؟ يعني فاهم؟ بص يعني معلش يا والله يا استاذ احمد، هو ده الكلام اللي ميدو قاله على فكره. انت بتشتموا ليه؟ لا يعني هو كلام ميدو طب قال. وليه ما قامش حد من اعضاء مجلس الاداره زي ما عمل زي ما عمل المستشار مرتضى منصور؟ والواحد مش عايز ينفعل في الكلام، بس ايه، بس المفروض ما نكيلش بمكيالين يا جماعه. لما الجمهور هنا بيشتم يبقى الجمهور هنا وحش، الجمهور هنا بيشتم يبقى الجمهور هنا حلو. طب ما هو منع الالتراس، طب انت بتجيب الجمهور هنا وبيشتم المدربين وبيشتم اللعيبه، طب إيه هو في ايه بالظبط؟ هو انا عايز اقول كلمه واحده بس، ان ميدو نفسه قال ان انا لو في 50,000 متفرج في الملعب شتموني مش هرد عليهم طبعا، لان في النهايه دول جمهور، وحصلت لي قبل كده، وهو قال كده يعني. لكن فكره ان المباريات بدون جمهور وبالتالي لن يستطيع احد ان يخش الملعب الا بتليفون من مجلس الاداره تمام. او بموافقه، ده اللي انا بتكلم فيه. اي اداره دول بيمثلوا النادي الاهلي بالتالي فانا اللي جايين دول مجالس الادارات بتبقى عارفاهم. للاسف جمهور اللي هم بيخشوا بمعرفه مجلس اداره الاهلي معظمهم بقوا شتامين، ودي مش اول مره تحصل. يعني كابتن حسام البدري نفسه وهو قاعد مره عايز يغير وليد او يطلع وليد سليمان او حاجه، اتشتم من واحد من الجمهور دوت، حتى الكابتن حسام البدري راح له قال له ايوه انت، وبقى اتمنع من دخول الملعب. نمره 2 في المؤتمر الصحفي حسام حسن قعد كده زي ما انا وانت قاعدين كده، وقال عيب ناس تخش في المباراه تشتمني بامي. كل الناس عارفه ان انا بقوله ده حسام حسن قاله صح، وقال عيب انا مش على اخر الزمن امي تتشتم ومن ناس بتخش بدعاوي من مجلس اداره الاهلي. ده الكابتن حسام حسن. اخر حاجه كابتن احمد حسام ميدو قال دول داخلين بمعرفه مجلس الاداره. تمام. فالمفروض قبل ما يحترموا احمد حسام ميدو يحترموا مين؟ يحترموا مجلس اداره النادي الاهلي. ولازم مجلس اداره النادي الاهلي يعرف ان اللي انت بتدخلهم دول لو ما احترموش الناس وما شتموش الناس وما شتموش اللعيبه بالام وبالاب، يعني يبقى معناها ان هم لا يحترموا مجلس اداره الاهلي، فلا بد من منعهم من دخول الماتشات. لكن في النهايه المشجع ده اهو شتم، فطلع ميدو كل واحد له شخصيه مختلفه. طب ناخد يعني بس انا عايز ااكد ان ايمن اشرف خلاص تقريبا مش هيروح الاهلي خلاص، لان علي معلول هيبقى هو حسين السيد وصابر رحيل، وايمن اشرف بعد ما مضى وخد مقدم عقد مش هيروح النادي الاهلي. ممكن يبقى كمان في اعاره. كان في كلام ان مايوكا هيروح المصري، الكلام ده مش حقيقي. قابلت كابتن ابراهيم حسن النهارده وهم خلاص بيخلصوا الايام دي مع اللعيب اللي هو متر 90 ده بتاع بوركينا فاسو اللي جاب فينا جون التعادل. بعد ما محمد صلاح جاب جون، في واحد جاب جون التعادل من دماغ كده اللي هو مين اللي هيخلص؟ حس وشه كده خلاص المصري بيخلص معاه، اللي لعيب بلا نادي دلوقتي. هيجي المصري خلاص. صلاح عاشور زي ما قلنا بيخلص الايام دي. كمان نادي الزمالك بيخلص خلاص في داوودة. هشام محمد خلاص في النادي الاهلي. يعني وفي مسعد عوض راح سموحه. احمد جعفر رايح سموحه. اسلام محارب الاهلي. اسلام محارب خلاص الاهلي قولا واحدا. اختار هو النادي الاهلي والنادي الاهلي بيخلص فيه. دي معظم الصفقات. كمان عايز اقول ان وجود اسلام محارب مرتبط بوجود كمان فلوس، ومرتبط باعاره بعض اللعيبه زي ناصر ماهر لاعب بتروجيت، سموحه طالبه بالاسم. كمان ستراكا
خلاص الماتش اللي جاي قد يكون اخر مباراه لمؤمن سليمان مع سموحه. وعايز اقول لكم كمان خبر حصري كمان، كريم حسن شحاته بقى مدير الكره لاول مره في نجوم المستقبل. لا ده بس على فكره ده من شهر. من شهر اصبح مدير بس لا بس حاجه جديده على كريم. جديدة النهارده قال لي ان هو بقى مدير الكره في وجود محمد صلاح كابتن اللي هو صلاح. مدير قطاع الناشئين في الزمالك. فهي تقريبا بيجي ربع ساعه وبعد كده كان قيل انه هيرجع مدرب عام مع نادي اوجاستو اوناسيو. وقد الايام اللي جايه ان البرتغاليين مش سهلين، قد يستغني البرتغالي عن مساعدينه الاجانب. خالد جلال سيكون المدرب العام في نادي الزمالك في الفتره هو بقول لك حاجه بقى والله يا ريت هو شخصيه محترمه. خالد جلال هو المدرب العام، هو شخصيه جميله وكل حاجه، بس احنا كده بنهزر. يعني مدرب عام ما ينفعش على فكره يبقى مدرب عام، مدير كوره على فكره ما ينفعش يبقى مدير كوره، مدرب عام. هو في ايه؟ ايمن اسماعيل يوسف عنده مشكله فهيروح رئيس قطاع الكوره، وخالد جلال هو مدير كوره. طبعا خالد جلال همشيه بعد كده نرجع اسماعيل يوسف تاني. يعني ايه ليه يا جماعه؟ ما هو احنا في النهايه ايه اللي بيخلي الشخص يمشي وايه اللي بيخلي الشخص يرجع؟ يعني انت بتمشي الشخص بناء على ان عندك تقرير وانه مثلا حاليا مش ناجح، فبتمشيه، فبترجعه، فبتمشي، فبترجع. فهو ده اللي بيخلي الجمهور مستغرب من الرحيل والعوده على اي اساس بيرحل وعلى اي اساس بيعود. محتاجين استقرار في نادي الزمالك بشكل خاص جدا، استقرار علشان الناس ترتاح. بس خلينا نستقر موسم الدنيا ترتاح. وعمرو جمال على فكره خلاص بعد الهدفين اللي جابهم في القطن الكاميروني وصنع هدف الماتش فات، بيدفست خلاص موضوع بيدفست هيتقفل وهيبقى عمرو جمال مع النادي الاهلي الموسم الجديد.